يساعدنا في حمل الكرسي إلى السيارة، إنه ثقيل جدا. يا للهول، هذا المكان كبير جدا. إننا نتجول منذ ساعة وخرجنا توا من قسم أدوات المطبخ. أين نحن الآن؟ لا أعلم، إما في قسم المنسوجات والسجاد أو في غرفة التخزين. سلة للوشاح؟ ماذا يحتاج إلى ثلة وشاح؟ أوه، انظر إلى هذا. هل وجدت الكراسي؟ لا، إنها خزانة لترتيب الأشياء بشكل تام. انظر، كل شيء مقسم إلى أقسام صغيرة. أقسام؟ هذا عبقري. قمصانك توضع هنا، الجوارب والملابس الداخلية هنا، السترات هنا. ولكن ماذا عن أوشحتي؟ انظر، هذه سلة الأوشحة. ستكون أعمالي الصباحية أسرع لو كانت خزانتي مرتبة هكذا. هيا أخبرني. تعلمين، توقفت منذ 7 سنوات عن ارتداء الملابس لأن خزانة ملابسي لم تكن منظمة أبدا. لقد استسلمت. لا أصدق عيني. هل وجدت الكراسي الآن؟ ما الأثاث الفناء وتناول الطعام في الخارج. انتظريني. سيد بيوني، اعذرني على مظهري، دعني أدخل وأحضر رداء. أردت أن أعطيك الشيك فقط. شكرا، هذا لطف منك. $1000. أجل، سيفي هذا بالغرض للآن. كيف حالك؟ أنت تعلم لست بخير. أنا آسف حقا، هل من شيء آخر يمكنني فعله؟ أظنني قد أحتاج إلى بعض البقالة. أريد أن أذهب وأحضرها بنفسي، لكن السلحفاة من دون صادفة. صحيح، تكون ضعيفة للغاية. إليك القائمة. لقد حضرتها مسبقا، ها؟ أنا أقدر لك هذا كثيرا. حسنا، سأعود على الفور. ولكن هل كنت تضحك؟ ماذا؟ لا. بدأت ضحكة شريرة لشخصية شريرة كرتونية. لا تكن سخيفا. هل أبدو كشخصية كرتونية شريرة؟ ولكن إلى من تنظر؟ أتحدث إلى الرجل الذي يصلح صداقتي. أتقول إنه لا يمكن إصلاحها؟ ماذا؟ عليك أن تصنع صدفة جديدة؟ لا أود أن أسأل كم ستكون التكلفة. بالتأكيد سأنتظر. إنه يحدد سعرها، يبدو أن تكلفتها أكثر مما توقعنا. يا لها من صدمة. أين تريد مني أن أضع كل هذا الكافيار؟ ضعه في الثلاجة. هو جيد أنك تذكرت المشروب. أجل، مرحبا. هل حددت التكلفة؟ لا، يا للهول يا للهول. يقول إن التكلفة $35,000. دعني أتحدث إليه. لا يمكنك. لم لا؟ لأنه لا يتحدث العربية. تتحدث معه بالعربية الآن؟ يمكنه فهمها لكنه لا يتحدثها. أعطني ذلك الهاتف. إلى اللقاء. لقد أقفل بشأن $35,000. أتعلم ماذا؟ لسوء الحظ دفتر الشيكات في المنزل. أنت تعلم أين تجدني. أنا أنظف حلقي لأنني عطشان. سأذهب وأحتسي المشروب.